تخيل ترجع شقتك بعد يوم طويل، تفتح الباب عادي، بس تلاقي حاجة صغيرة بسيطة جدا تخليك تتأكد إن في حد دخل هنا ويمكن لسه جوه. القصة دي حصلت فعلا، ولحد النهاردة صاحبها مش عارف كان مين اللي عايش معاه في نفس الشقة من غير ما يحس. لو بتحب القصص الغامضة الحقيقية، اعمل لايك واشترك في القناة عشان اللي جاي مش عادي. القصة بدأت مع شاب اسمه كريم. كريم شاب عادي جدا، شغال طول اليوم ويرجع شقته آخر الليل. كان ساكن لوحده في شقة صغيرة في عمارة هادية. مفيش حاجة مميزة في حياته لحد اليوم ده. في يوم رجع كريم من الشغل متأخر، فتح الباب، دخل وقفل وراه. كل حاجة كانت عادية. رمى المفاتيح على الترابيزة وقعد على الكنبة. بس وهو قاعد حس إن في حاجة غريبة، مش حاجة واضحة، بس إحساس كده إن في حاجة مش مظبوطة. بص حواليه، كل حاجة مكانها. بس لما قام يجيب مية وقف فجأة، لأن الكوب اللي كان سايبه في المطبخ ما كانوش في نفس المكان. اتحرك شوية، حاجة بسيطة بس كفيلة تخلي الواحد يشك. كريم وقف شوية وبعدين ضحك وقال لنفسه أكيد أنا اللي نسيته كده. الموضوع عدى، لكن تاني يوم حصلت حاجة أغرب. رجع من الشغل، دخل الشقة ولقى نور المطبخ منور، رغم إنه متأكد إنه قفله قبل ما يمشي. وقف في مكانه وبص للنور شوية، وبعدين قال يمكن نسيت. بس المرة دي الإحساس كان أقوى، كأن في حد كان هنا. دخل المطبخ، بص حواليه، مفيش حد، بس في حاجة تانية لفتت نظره. الطبق اللي كان سايب فيه أكل كان متحرك. مش بس كده، كان واضح إن في حد لمسه. كريم بدأ يتوتر، بس برضه حاول يقنع نفسه ممكن أنا اللي عملت كده ونسيت. وعدى اليوم، لكن الموضوع ما وقفش هنا. بعد يومين كريم صحي من النوم ودخل المطبخ ووقف مكانه، لأن الأكل اللي كان سايبه في التلاجة ناقص. مش بايظ، مش واقع، ناقص، كأن حد أكله. ساعتها كريم ما ضحكش وما حاولش يبرر، بقى واقف ساكت وبيفكر في حاجة واحدة: هو أنا لوحدي فعلا؟ لو لحد هنا حاسس إن الموضوع غريب، استنى اللي جاي، وما تنساش تعمل لايك عشان نكمل. من اليوم ده كريم بدأ يركز في كل حاجة. بقى بيلاحظ تفاصيل صغيرة جدا: الكرسي مش في مكانه، الباب مش مقفول زي ما هو قفله، الحاجة بتتغير. وفي مرة قرر يعمل حاجة. قبل ما ينزل الشغل رتب الشقة كلها بنفسه، وخلى كل حاجة في مكان محدد، حتى الكوبايات حطهم بزاوية معينة. وقال لنفسه لو في حد بيدخل هعرف. خرج وقفل الباب كويس ونزل. طول اليوم هو مش مركز في الشغل، كل تفكيره في الشقة. رجع بالليل، وقف قدام الباب شوية، قلبه بيدق بسرعة. فتح الباب ودخل، وأول ما دخل عرف إن في حاجة حصلت من غير حتى ما يبص. الإحساس رجع تاني، بس المرة دي أقوى. دخل الصالة وبص على الترابيزة. الكوبايات اتغيرت، مش في نفس الزاوية. وقف مكانه، مش بيتحرك،
وبعدين دخل المطبخ بسرعة، فتح التلاجة، الأكل اتحرك. رجع لورا خطوة وقال بصوت واطي: في حد هنا. المرة دي ما كانش شك، ده بقى يقين. قرر يكمل لآخر الشقة. راح ناحية الأوضة والباب كان مقفول، بس مش زي ما هو قفله، كان موارب شوية. وقف قدامه ومد إيده ببطء، وقبل ما يفتح سمع صوت خفيف جدا جاي من جوه، زي حركة. كريم سحب إيده بسرعة وقلبه بدأ يدق جامد. وقف ساكت بيحاول يسمع. الصوت اختفى، بس هو متأكد إنه سمعه. قرب تاني من الباب ومسك المقبض وفتحه مرة واحدة. دخل بسرعة، بص في الأوضة، مفيش حد، بس في حاجة خلته يقف مكانه. الدولاب كان مفتوح وهو متأكد إنه قفله. قرب منه ببطء وبص جواه، فاضي. بس وهو واقف حس بإحساس غريب جدا، كأن في حد واقف وراه. لف بسرعة، مفيش حد، لكن الإحساس مرحش، كأن في حد بيراقبه. في الليلة دي كريم ما نمش، فضل صاحي وقاعد مستني، لكن محدش ظهر، ولا صوت ولا حركة. كأن كل حاجة رجعت طبيعية، لكنه عارف إنها مش طبيعية. تاني يوم قرر يعمل حاجة أخطر. قرر يعرف الحقيقة مهما كانت. لكن اللي اكتشفه بعد كده خلى الموضوع يخرج عن مجرد شك ويبقى حاجة مرعبة بجد. ولو وصلت لحد هنا اكتب في الكومنتات: أنا حاسس إن في حد جوه الشقة. وما تنساش تعمل لايك واشتراك عشان الجزء التاني هيكشف الحقيقة كلها.